في الحقيقة احنا نحب أن نذكر بأنه شكرنا الجزيل لمجلس الوزراء لمصادقته على الموازنة، بالرغم من أنه موازنتنا مرت بعقبات كبيرة في طريق المصادقة لها، ولكن العمل والمتابعة أثبتت أنه هي الطريق الناجح لجلب الموازنة. وأيضا شكرنا لمجلس الوزراء بتمويل مشروع ماء كركوك المرحلة الثانية، الذي هو كان متوقف من تقريبا أكثر من 5 سنوات، ونتأمل أنه بهذا التمويل سينجح هذا المشروع وسيغير واقع خدمات الماء في المدينة. المشاريع احنا اليوم أعلنا 15 مشروع بقيمة أكثر من 100 مليار دينار، وهي مشاريع كبرى تشمل الأنفاق والجسور والطرق الحولية أيضا. فلدينا مجسر وتقاطع الجامعة وبناية المحافظة، سيكون هناك مجسر في تقاطع الجامعة محافظة، وسيكون أيضا تقاطع الشهداء ونفق رأس الجسر، وهو رئيس الجسر سيكون فيه نفق أيضا لفك الاختناق الحاصل، وتقاطع مدينتي السكنية مع مدينتي مع طريق تكريت، إكمال الطريق الحولي من جهة دوميز أيضا، وتطوير الضفة الشرقية والغربية لنهر الخاصة، وتطوير طريق بغداد من الجسر الثالث إلى الجسر الرابع، وتطوير طريق 90 من بوابة جامع من مجسر 90 إلى جامعة كركوك، إنشاء مشروع ألتون كوبري وهو من المشاريع الكبرى في كركوك بطاقة 6000 متر مكعب ساعة بقيمة 200 مليار، وهو مشروع يجب أن يفهم ليس بالاسم وإنما بالعمل. فهو موقعه في ألتون كوبري، ولكن سيكون دفع الماء للمدينة لكركوك، ولكن الموقع لأنه في ألتون كوبري يسمى بالمعاملات الرسمية والمخاطبات مشروع ماء ألتون كوبري، وإلا هو مشروع يعطي ألتون كوبري، ولكن المشروع مخصص لتغذية مدينة كركوك، وهو ب 200 مليار من القرض التركي، وهذا مهم جدا. سيتم راح نعلن أيضا مركز جراحة القلب، وهو مشروع تخصصي الأول من نوعه في كركوك، وسيتم إنشاء مبنى الأورام السرطانية، وهو تصميم حديث مأخوذ من أرقى التصاميم العالمية، وسيتم إنشاء ردهات إضافية في مستشفى آزادي ومستشفى كركوك ومستشفى الأطفال، وإنشاء مراكز صحية في المناطق النائية. تم تمويل دائرة صحة كركوك بأكثر من 2 مليار دينار لشراء الأدوية لسد النقص الحاد في الأدوية في المستشفيات.